أهلا مشاهدينا الكرام، كنستهلوا النشرة ديالنا بالتحليل لوقائع الأيام الأخيرة اللي أكدت أن المغرب بفضل المؤسسات ديالو والوعي ديال الشباب تمكنوا من إحباط مخططات التخريب اللي كانت كتستهدف الأمن ديالو. التحدي كان واضح كيفاش ميزوا بين الاحتجاج المنظم اللي كيوقف في إطار القانون وبين التحريض المدبر اللي كان كيحركوا أشخاص كيعيشوا في الخارج وكيرميو ولادنا في مواجهة مجهولة. وغادي نتوجهوا بالشكر الخاص للأمن والسلطات العمومية على تأطير المظاهرات السلمية، وكنوقفوا على رد القضاة الصارم اللي كينتظر كل من حاول المساس بأمن واستقرار هذا الوطن. فرص دقيق لوقائع الايام الاخيره كنلاحظوا نجاح مزدوج في اداره الازمه. الاجهزه الامنيه تعاملت بفعاليه كبيره مع بؤر التوتر وتم السيطره على اي اعمال شغف في وقت قياسي. اي شخص بالتورط ديالو في اعمال العنف او التحريض تم توقيفه وتقديمه للنيابه العامه. وكنوجهوا كل التقدير لرجال المديريه العامه للامن الوطني والقوات المساعده والدرك الملكي، بفضل اليقظه ديالهم تمكنوا من احباط مخططات كانت كتهدف لزعزعه الامان العام. الوقفات الاحتجاجيه اللي عرفتها بعض المدن كانت نموذج للتنظيم والانضباط. هذه الاحتجاجات اثرها شباب منظمون كيطالبوا بالحقوق المشروعه. المحتجون وقفوا في وقفات احتجاجيه محدده الزمن كتراوح بين ساعتين حتى 3 ساعات للمطالبه بالحقوق ديالهم. من بعد كان التفرق يتم في هدوء تام، وهذا الانضباط هو نتيجه ايضا لعمل السلطات العموميه والامنيه اللي قامت بواجبها في تاطير هذه الوقفات وحمايه المحتجين وضمان ان الحركه تكون سلميه تتم في اطار القانون. الاستراتيجيه القضائيه للدوله اليوم مبنيه على الحزم المطلق لضمان عدم تكرار مثل هذه الافعال. النيابه العامه اكدت ان اعمال التخريب والعنف المسجله هي عمل ارهابي بكل مقاييس. الاحكام المتوقعه غادي تكون ثقيله جدا، كتبدا من 20 سنه سجنا وكتوصل حتى للمؤبد. القانون ما كيحميش اللي كيتصرف بالتهور، وشفنا امثله ديال الشباب تم اعتقالهم رغم انهم حاولوا يبرروا الافعال ديالهم بالوعي الناقص. وكاين عتاب كبير على الاباء اللي فرطوا في الابناء ديالهم القاصرين. الاهمال هو اللي خلى هاد الشباب اداه سهله في يد المحرضين. هذا الهدوء اللي كنشوفوه اليوم هو اعلان واضح على فشل المخططات اللي كانت كتدبر من الخارج. هاد الايادي اللي كيعيش اصحابها في دول اجنبيه الهدف ديالها واضح، هو احداث الفتنه والفوضى في المغرب. وهذا الشيء كشفته تسريبات صوتيه اكدت وجود محرضين رئيسيين خارج ارض الوطن. هاد الاطراف اللي صرفت اموال طائله لزعزعه الاستقرار وفشلت فشلا ذريعا على هذه المؤامره. ثبت المغرب والقوه ديالو تاكدت من خلال الاستمرار ديال الانشطه الملكيه وعدم الغاء اي التزامات رسميه. الوعي الشبابي اللي بان في التنظيم والالتزام بالوقت ساهم بشكل كبير في عزل الخلايا المخربه وكشف المحرضين اللي كيحركوا الفتنه من وراء الشاشات. كنأكدوا ان المغرب خرج اقوى من هذه المرحله. الفضل كيرجع للمؤسسات اللي ادت الواجب ديالها والشباب اللي عرفوا كيفاش يمارسوا الحق ديالهم بالتعبير بكل مسؤوليه وتنظيم. جدد الشكر الخاص للسلطات العموميه والامنيه على حمايه الوطن والمواطنين. رغم الحزم الامني خاص الحكومه تستغل هذا الهدوء وتفتح حوار حقيقي وفعال مع هاد الشباب والاستجابه للمطالب الاجتماعيه المشروعه اللي كترفع في اطار منظم. هنا وصلنا لنهايه هذا التقرير، شكرا لوفائكم، دمتم في امان الله والى اللقاء.